إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواتي وحبايبي متابعين قناة أمان القرآن، أتمنى يا رب تكونوا في أتم الصحة والعافية وديم عليكم نعم يا رب. أنا طالبة منكم طلب ورجاء أتمنى تنفذوهولي وما تحرمش أبدا منكم ولا من دعمكم. طبعا انتوا عارفين ان انا عندي قناة تانية اسمها أماني أبو بكر تفسير. القناة دي مختصة بتفسير القرآن من أول سورة البقرة، وإن شاء الله مستمرين لحد ما نختم القرآن كامل كله إن شاء الله. طبعا هو مش تفسير ولكن تبيين لمعاني الكلمات وتبسيط التفسير بطريقة بسيطة يعني وسهلة على قدرنا. فطبعا القناة دي أول فايدة ليها إن احنا هنشرح فيها تفسير آيات القرآن ومعانيها وكده. لها فايدة تانية مهمة جدا، إنها القناة الاحتياطية بتاعتي، بحيث ان لا قدر الله لو القناة الكبيرة اتسرقت اتلغت حصل لها اي مشكلة برضو نفضل مستمرين ونعرف نتواصل على القناة التانية. دي ضرورية جدا لأي قناة يعني. فللأسف أنا بقالي فترة كنت تعبانة وأهملت فيها جدا وبطلت أنزل عليها فيديوهات، فضلت يجي 3 شهور ما نزلش عليها حاجة، فالريتش بتاعها والتفاعل وقع. فدلوقتي بقت المشاهدات عليها بسيطة جدا جدا، فأنا محتاجة منكم انكم تخشوا عليها ان شاء الله. انا لسه منزله عليها فيديو من شويه، فيديو جميل جدا، قصه العزير، تفسير قول الله تعالى: او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. طبعا الآية مختلف عليها مين الراجل دوت، هل هو سيدنا العزير، هل هو سيدنا الخضر، هل هو واحد من بني إسرائيل. فهنفسر يعني هنبين في الآية هو مين والقصة كاملة وحصل إيه له وحصل إيه لحماره ويعني تفاصيل جميلة وقصة خفيفة وحلوة جدا. يعني احنا مستمرين في التفسير بالترتيب. فالقناة يعني هدفها حلو ومحتواها كويس، ولكنها عاملة زي البنت الجميلة اللي حظها وحش. فان شاء الله ربنا يرفع حظها على ايديكم. اتمنى كلكم تخشوا على القناه التانية، هسيب لكم اللينك تحت، تشوفوا الفيديو وترفعوه باللايكات والتعليقات وتتفرجوا على باقي الفيديوهات. عايزه التفاعل يزيد على القناه في الفتره الجايه ديت عشان ترجع تشتغل تاني ان شاء الله. وانا اوعدكم ان انا هكمل تفسير بالترتيب ان شاء الله لحد ما نشرح البقره وآل عمران والنساء والمائده ولحد ما نختم القران كامل ان شاء الله. اتمنى ما تبخلوش عليا بالطلب البسيط ده. كلكم حالا تخشوا باذن الله على القناه التانية وحاولوا ترفعوا اللايكات، ترفعوا الفيديوهات كلها باللايكات والتعليقات عشان ان شاء الله ترجع القناه دي تقوم على رجلها تاني، وانا ان شاء الله هستمر في التنزيل عليها. ما تحرمش ابدا منكم ومن دعمكم ومن وقفتكم جنبي، وربنا يبارك في عمركم يا رب. معلش انا النهارده يعني ما قدرتش انزل حاجه جديده لان انا كنت تعبانه شويه امبارح، فما صورتش حاجه وما قدرتش اسجل لكم حاجه. فكلكم بقى النهارده روحوا القناه التانية هتلاقوا فيها حاجات جميله ان شاء الله. يعني طبعا سوره البقره فضلها عظيم، سوره البقره وآل عمران ياتيان يوم القيامه كغمامتين او غيايتين او فرقان طير صواف يحاجان عن صاحبهما. ده اللي يقرأهم، ما بالكم اللي يقرأهم ويفهم المعاني كمان. فأنا والله يعني عاملاها ابتغاء وجه الله ولعله يكون عمل صالح يقبل منا ومنكم إن شاء الله. فأتمنى أنكم تدعموني في العمل الصالح ده ونحاول نرفع القناة على قد ما نقدر عشان تبقى دايما موجودة احتياطي لينا، وكمان نفسر عليها تفسير جميع آيات القرآن إن شاء الله. وربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وبالله عليكم ما تنسونيش من صالح دعواتكم بالشفاء العاجل، لان انا تعبانه الصحه اليومين دول مش قد كده يعني. الحمد لله على كل حال، ولكن لا تنسوني من صالح دعواتكم. ربنا يبارك لي فيكم وما تحرمش منكم ولا من دعمكم ابدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشهد الله اني احبكم جميعا في الله.